أعراض تكلسات الأوتار الدوارة أو أعراض الكالسيفيك تندونايتس. أول حاجة لازم نعرف المريض بيكون في أنهي مرحلة من حدوث التكلسات داخل الوتر، لأن بناء على المرحلة دي نقدر نحدد المريض هيكون بيشتكي من إيه وإيه الإصابة بالظبط اللي حاصلة داخل الوتر. لو إحنا لاحظنا إحنا قلنا أثناء المراحل اللي بيمر بيها المرض في مرحلة معينة بتكون أكثر وجع للمريض من باقي المراحل، وهي مرحلة ذوبان التكلسات داخل الوتر أو ما يعرف باسم الريزورباتيف فيس. وبالتالي أهم الأعراض اللي ممكن يشتكي منها المريض اللي بيعاني من تكلسات في الأوتار الدوارة هي الألم أو عدم حركة الكتف بصورة طبيعية نتيجة الألم أو نتيجة التكلسات أو نتيجة إن التكلسات تسببت في حدوث قطع في الأوتار الدوارة. الخلاصة إن المريض هيشتكي من ألم في الكتف وعدم القدرة على الحركة، إما ناتجة عن وجود ألم أو عدم القدرة ده ناتج عن إصابة مباشرة في الوتر نتيجة التكلسات.